حادث دون شوية. الواحد في الأجازة بيبقى عايز يسافر أو يطلع رحلة مع أصحابه، بس مش لدرجة رحلة صيد حمام. وبعدين هو في حد لسه بيصطاد حمام؟ ما تجيبه جاهز عادي. على الأقل ما كانش هيحصل حادث دون شوية. في يونيو سنة 1906 ووسط الاستعمار البريطاني على مصر، كان في شوية ضباط انجليز حبوا يقضوا وقت حلو مع بعض، فقالوا يلا على اسكندرية. بس ما خدوش الصحراوي، خدوا الزراعي. ووصلوا عند محافظة المنوفية، بالتحديد عند قرية دون شوية. قرر القائد بتاعهم كوفن انه يرجع امجاده في الصيد، وقال لهم ما يلا بينا يا شباب نصطاد حمام ونهفن. وقتها كان الصيد ممنوع، بس هم بقى عشان انجليز وكاريزما ومفيش حاجة ممنوعة بالنسبة لهم قالوا يلا بينا. وفضلوا بقى يتراهنوا على مين بيصطاد احسن من التاني. ما كانوش عارفين ان هيجي فوق دماغهم اللعب ده كله. ابتدى اللعب بانهم ابتدوا يضربوا نار على الحمام، وكانوا مبسوطين فشخ. والحماس خدهم، واحد منهم قام داخل القريه وابتدى يصطاد الحمام من البيت بتاعه، مفيش اي نزاهه. وفجاه حصلت حريقه في بيت الحمام والجرن اللي في بيت الحمام. تمام، للأسف مش تمام، عشان ده كان وقت حصاد القمح والنار مسكت في الجرن. وماتت مبروكة مرات الشيخ محمد عبد النبي اللي هو مؤذن القرية وصاحب البيت في نفس الوقت. وفجأة القرية كلها عرفت إن الإنجليز حرقوا الجرن وقتلوا مبروكة. ابتدى الفلاحين يدافعوا عن نفسهم بالطوب والإنجليز بالبنادق. بس فيه 2 ضباط جريوا علشان ينادوا على أصحابهم في المعسكر، والمعسكر كان في قرية كمشيش. وفجأة واحد منهم جاله ضربة شمس واغمى عليه من أعماله، ملناش دعوة. والتاني فضل يجري 8 كيلو لحد ما وصل وقال لهم كل اللي حصل. وده بالظبط زي ما صاحبك يضربك ويجري على مامته يشتكي لها منك، وتلاقي طنط بتتصل وبتهزقك انت مع انك انت المضروب. يا جماعه انا ما عملتش حاجه والله. المهم ان الانجليز وصلوا القريه ولقوا الضابط اللي كان مغمى عليه مات، بس كان في فلاح جنبه كان بيحاول يساعده، فضربوه وموتوه. خيرا تعمل شرا تلقى. ومن هنا الموضوع كبر قوي ومحدش فاهم هو كل ده ليه يا معلم، عشان في ضابط انجليزي مات. طيب وبالنسبه للحاجه مبروكه والراجل اللي قتلوه ايه؟ لا، الانجليز ما بيغلطوش، والمصريين قتلوا ضابط انجليزي، فيلا نعدم القريه كلها. وفعلا دخل الانجليز القريه ودمروها كلها. واللورد كرومر قال ان اللي حصل ده اهانه كبيره للانجليز، وانه هينتقم من اهل القريه، والا العواقب هتكون كبيره على مصر كلها. يعني محتل وقليل الادب وبجح. وفي 18 يونيو 1906 نصبوا المشانق في قرية دون شوي في نفس المكان اللي مات فيه الضابط. وده بقى كان قبل صدور الحكم اصلا. واستمرت المحاكمة لمدة 3 ايام، واللي كان فيها 52 متهم. في ايه يا جماعة؟ وفي يوم 27 يونيو صدر الحكم، والاحكام كانت اعدام واشغال شقة مؤبدة والجن. والساعة 2 الظهر يوم الخميس 28 يونيو نفذوا الحكم، وكانوا بيشنقوا واحد ويجلدوا التاني قدام اهل القرية كلها، لحد ما انتهت القصة التراجيدية البحتة دي، اللي بتعتبر واحدة من ابشع الاحداث اللي حصلت بسبب الاحتلال البريطاني على مصر. وكان معاكم من أوديت عادي.